عارف لما تبقى جعان قوي وبعد كده داخل على صبحي كابر الادخنه بتتصاعد قدام عينك كده وقلبك بيهفهف وحاسس ان انت داخل على شيء جميل جدا، حاجه رومانسيه جدا. لا تعالى بقى، تعالى، شايف اللقطه؟ بس اللقطه نفسها اللي فكر فيها استاذ، خلاص اذا كانت دي حضاني اهي قدام عينيك اهو. فالحقيقه شابو للي فكر حتى يعمل الفكره دي في المدخل في المكان ده بالذات. لحظات الانتظار. طب ناخد الاوردر. مشكل بالليه، ملوخيه طبعا، في رز ابيض مع الموزه، صح؟ اهو ايدي مغسوله اهو، عشان لما اجي اكل بايدي محدش يقول لك يا حاجه مهمه جدا عاملها صبحي كده، الا وهو انه عامل وانت داخل كده تلاقي فرن بتاعه بيطلع عيش سخن متواصل. العيش وهو سخن بقى حتى وان كان فقير من ابو شلم من ابو باريزه من ابو اي حاجه بيبقى يعني شاهي جدا، وان انت ممكن تاكل بيه اي حاجه. ده سجق جريل. يما الله يرحمك يما. دي الماستر سين يا جماعه بتاعت الحلقه المره دي، الا وهي الملوخيه العظيمه دي بالشو المجرم ده. يا نهار اسود يا نهار اسود. انا سعيد الحقيقه. المحل اللي بيطلع شرب كتير ويبقى حاططها على النار كتير فبتقصر زي ما الستات بيقولوا عليها بتقصر، فلما بتقصر بيبقى طعمها تستاهل عليه قوي. فطبعا يعني انا هجرب هنا في عرق. اوبا في عرق، شايفين العرق؟ لا ده لازم يتصور كلوز، ده كلوز هنا على العرق. في بقى الستات عارفين حاجه اسمها العرق، عرق الملوخيه ده لو موجود يبقى هي كده يعني، يبقى كده الملوخيه معموله صح يعني، لدرجه ان في ستات تزعل جدا لما الملوخيه تقطع. طبعا في ستات تانيين مش عارفين ان الملوخيه ما ينفعش تتغلي لانها بتبوظ العرق، فالعرق ده الحقيقه اللي بينزل ده. انا سعيد، انا سعيد. معلش الموزه اتاخر عشان بالجرنات. انا مستعجل على الرز. السجق ده اهو معمول على الجريل، ده هو معمول على الجريل بالحركات بقى، بالطماطم والفلفل والبصل وبتاع. ده لعشاق السجق وعشاق الاكل الحريف اللي هو الحراق والشعبي وكده. بحب اخد اللي تحت اللي هو الايه اللي بيبقى غرقان من الصوص تحت ده. انا بحب السقسقه يعني، انا من عشاق السقسقه، فاحب اروح كده تحت كده واروح اعمل كده. يعني الحقيقه فكرت ان ناكل بالمعلقه مثلا السجق الكبده الحاجه، مش عارف طب اعمل ايه، والله العظيم نفسي امسك المعلقه. بس هي الفكره ان هو الموزه ملهاش حل، لازم تتمسك كده ولازم تتصور، يعني لازم تروح مطلع موبايلك ومتصور جنب الموزه، لان ده برضو حدث فريد من نوعه، ان انت يبقى معاك هذا الكائن الرقيق قوي والجميل قوي. طبعا الموزه لازم تعمل كده وتروح داخل مسمي الله زي كفار قريش كده وتروح على الجهر. ده لازم موسيقى. انا ازعم ان صبحي كابر من احلى الموز. يا لو مش لاقي وقت تاكل سلطه، دي لازم تتصور قبل وبعد، يعني ما دام انت صورتها قبل فلازم تصورها بعد، صح؟ ليه؟ شرف يعني، ده شرف ان انت قمت بدي، ده حاجه عظيمه جدا. هو اي حد ينفع يعمل العمله دي؟ والنبي ولا ده ما يجيش هنا غير الناس اصحاب الهمم العاليه.
كفار كفار يعني. ميه السلطه بتعمل ايه؟ بتسيح. يعني انت بتحاول، انت برضو بتاكل حاجات على حاجات على حاجات على ده، تيجي ميه السلطه تسيح عشان تقدر تستكمل يعني. الحمامه، الحقيقه الحمامه الله. بص موزايه، ورقه موزايه مشويه. موزه شويه. طب يعني ما ينفعش تتاكل الا بالايد والله يا جماعه، يعني ما لهاش حل. يعني مين يقدر ياكل الحمامه باي حاجه ثانيه غير ايده؟ ما لهاش حل طبعا. ده الماستر سين بتاع الحمامه. يعني الحمامه فيها تقريبا 3 اجزاء. بسم الله عليك. نقول بسم الله. انا هخلص الحمامه بقى. طيب هي في حاجه بس احنا كنا فوتناها في النص نزلت، الا وهي النيفه. نظريا النيفه هي لحمه الضاني الصغيره او المعيز او الجديان الصغيره اللي بتبقى مستويه المفروض يعني على تحت الرمله وبتاع، على يعني على الهادي قوي. في حاجه اخيره دي اللي هختم بيها الحلقه. هنعمل كده الاول. عادة اللي قاعدين معايا ما بيبقوش بياكلوا اللي هي كلها. فهو صبحي كابر بيعمل ايه؟ بيروح حاطط المشكل ده وعامله في الاخر تحت حاطط بتاع فيه برغيف على رغيف بلدي. فطبعا يعني دي عملية انتحار على الهوا. عارف انت على اليوتيوب لما يقول لك انتحار لايف؟ دي عملية انتحار لايف. بس هنعمل ايه؟ يعني قول لي انت هينفع يبقى قدامك الجمال ده وما تعملش كده؟ يعني الرغيف ده اكل صحي متكامل الدهون الغذائيه. اريسا انا خلصت. الموضوع جامد قوي، وانا يعني سوري على شويه الاكل بالايد لان ما كانش ينفع اعمل غير كده. ويلا بقى عشان احنا بوظنا الدنيا هنا. السلام عليكم. عليكم السلام.